فاكر حضرتك كوكب بلوتو اللي درسته في المدرسة زيي وزيك وزي ملايين الطلاب؟ على فكرة الكوكب ده ما بقاش كوكب واتطرد من المجموعة الشمسية واتلغى، والسبب غريب جدا، وده لأن في مجموعة من علماء الفلك في 2006 قرروا طرد الكوكب من المجموعة الشمسية لأنهم وضعوا تعريف جديد بثلاث شروط لازم يكونوا موجودين علشان نعرف الجسم على إنه كوكب، وبلوتو فشل فعلا في تحقيق واحد من الشروط دي. طيب ايه هي الشروط دي؟ اول شرط يا سيدي ان الكوكب لازم يكون بيدور حوالين الشمس، وده بلوتو بيعمله. وتاني شرط ان الجسم ده لازم يكون كروي، وده متحقق اكيد في بلوتو. والشرط الثالث والاهم واللي بلوتو فعلا فشل في تحقيقه انه ينظف مداره من الاقمار اللي حواليه. فشل فعلا بلوتو في انه ينظف مداره، وده لان الاوربت او المدار حول بلوتو مليان باجسام كتير جدا وهو مش قادر يسيطر عليها. وبالفعل العلماء يقرروا طرد بلوتو من المجموعه الشمسيه ويطلقوا عليه كوكب قزم، مش كوكب عادي. لكن اللي حصل بعد كده هو الأغرب جدا، لأن نفس مجموعة العلماء دول في سنة 2025 اكتشفوا أجسام سوداء ضخمة جدا موجودة في الفراغ، والجسم المظلم ده موجود في أطراف المجموعة الشمسية في الجسم المعتم جدا. والغريب إن فعلا محدش قدر يشوف الكوكب ده، لكن مساره وتأثيره واضح جدا في المجموعة الشمسية. ولو أنت لسه معايا لغاية دلوقتي قول لي رأيك، هل بلوتو يرجع تاني للمجموعة الشمسية ولا يفضل مطرود ونقول عليه كوكب القزم؟ ولو مهتم تشوف خلاصات من النوع ده شرفني بالاشتراك في قناة الخلاصة مع وائل. سلام.